جدا العيله اللي هي الجهاز الفني بتاع المنتخب اللي هو اطلق عليه راجل شاعر بقى وكده وعنده مصطلحات جميله كده، فقال احنا عيله مش عيله. فالعيله دي يعني كلمه كبيره جدا. فمعانا واحد من اعضاء العيله واعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، كابتن اسامه نبيه مدرب المنتخب الوطني. نورنا يا كابتن. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات احد افراد العيله الكابتن احمد ناجي. تحياتي ليك يا بوب وتحياتي للكابتن احمد ناجي برنس اللالي ورمانة الميزان ده كبير العيله. حبيبي يا ابو يوسف. تحياتي ليك يا كابتن ومنور الشاشه. ده نورك والله. كابتن تحياتي لحضرتك، وطبعا باركنا لك قبل كده وتعهدنا قدامكم كلكم ان كلنا ايد واحده عشان نحقق مش حلمكم انتوا، حلم كل المصريين التأهل لكأس العالم بعد ما حطينا رجلينا ان شاء الله ومكملين في استكمال حلم التأهل لبطولة افريقيا وبعدها كأس العالم. لكن كنت دايما ادردش مع الكابتن احمد ناجي واقول له الكابتن اسامه نبيه دايما محطوط في وش المدفع. خليها على الله يا بوب. يعني زي ما كابتن احمد بيكلمك كده، ارضي ضميرك واشتغل وابذل اقصى جهد عندك وعلى الله يكون التوفيق. يا رب. اهتم بكل التفاصيل الكبيره والصغيره واسمع، ومش لازم تعلق. تمام. لكن السمع ساعات بيديك حاجات كويسه. تتكلم كتير تغلط كتير. تمام. خلي شغلك هو اللي يتكلم. انما انت لما هتطلع ترد على حد وتطلع تشوف ده تتكلم مع ده هتغلط انت كمان. وانت في مرحله مش محتاجين فيها الخطا الصراحه. طبعا. انا عايز زي كده من خلال برنامج دوت، واحنا عارفين ان انت دايما مساند وداعم لينا. ادعم منتخب مصر. عايزين حاجه الجزيره دي كبيره على الناس كلها. موضوع بسيط جدا، ادعم منتخب مصر طبعا عشان حلمك وحلمي يا بوب. ممكن نموت انا وانت وما نروحش كاس عالم تاني. شفناه سنه 90 كنا صغيرين شويه. طب عايزين نشوفه تاني، احنا نكون موجودين فيه. في اجيال كتيره اتولدت ما شافتش كاس العالم. طبعا. بنتمنى احنا مشروع كل مصري، مشروع كل احنا رياضي. ناقص نلبس جلاليب مقطعه يا اسامه، ناقص نلبس جلاليب مقطعه ونروح على الحسين ونقعد نقول للناس احنا مشروعكم والنبي وقفوا جنبنا، الله يخليكم وقفوا جنبنا. يعني عايز اقول لك على حاجه، لو يعني طلبت كده كنا هنعمله. لو دي تفصيله من التفصيلات هنعملها. بص يا كابتن انتوا يعني انت عارف احنا بنحاول. اتفضل. وبنحاول نسعى في كل مكان وفي كل طريقه، لكن في الاخر العمل. انت فاهمني ازاي؟ تمام. هي دي الكلمه اللي احنا ما بنعرفش غيرها الفتره اللي جايه. العمل، ضميرك، ربنا، وضميرك ثم العمل. النهارده بدون قطع كلامك يا اسامه، نعم. بدون قطع كلامك، حد من الصحفيين المهمين يعني بيكلمني، بعت لي رساله يعني، فبعت له رد الرساله كده كالاتي: اسامه نبيه انسان رائع ومدرب رائع ومحترف رائع وصاحب ضمير رائع، ونحن عيله لن يتخللها ايا من اي مغرض، وسنواصل العمل من اجل تحقيق حلم كل المصريين. شابوه. يعني طبعا كلام رائع وكلام جميل يا كابتن احمد، وهو ده اللي في قلوبنا، الحقيقه. يعني انت عارف ان النجاح ساعات ما بيبقاش على هوا حد. كابتن اسامه بص، ساعات انت عانيت على هوا ناس كتير. عانيت في الفتره اللي فاتت من كلام وتقارير واخبار وبتاع، وخلينا ناخد طبعا احنا في مطبات كتير دوسنا عليها، وخلينا ناخد منك دقيقه كده بتكلم معاك بصراحه، وانت عارف اللي بيني وبينك وبين الكابتن واحنا كلنا انت يعني صديق من ايام الثانوي، مدرسه واحده واحنا بفضل الله عارف اللي بيننا. لكن الحديث دايما على مشاكل بينك وبين الكابتن حسام غالي ما بينقطعش. وفي الفتره الاخيره بعض التقارير يقول لك اصل الكابتن حسام غالي كان هيسيب المنتخب ويمشي عشان مشاكل الكابتن اسامه نبيه. اصل الكابتن اسامه نبيه قال لاثنين من لعيبه النادي الاهلي باك ليفت احنا واخدينك كمالة عدد لغايه ما يرجع عبد الشافي، وواحد تاني انضم في الاخر قال له احنا جبناك بس كده عشان عندنا لعيب اتصاب. حاجات كتير بتتقال وانا عارف واعلم تماما انها مش صح، بس لازم اقولها لك عشان نوقع كل المطبات دي قبل الصفحه الجديده، عشان انت عارف كل نجاح بيقابله بعض المشاكل. خالص ولا حاجه من اللي انت يعني ذكرتها دي الحقيقه كلها خيالات. احنا بنحترم كل اللعيبه
كلهم على نفس القدر بالنسبه لنا من المعامله المحترمه. هم اسلحتنا، انا ما ينفعش اخسر اسلحتي، انا ما ينفعش اخسر اسلحتي، كلهم اسلحتنا. عايز اقول لك على حاجه ردا على كل اللي الناس بتتكلم فيه. احنا في مصر يا بوب، عايز اقول لك على حاجه مهمه. احنا في مصر ماشيين معانا دستة شماعات. دستة شماعات، ركز معايا في الحاجات دي عشان مش معاك كتير. دستة الشماعات دي يا بوب لما بفشل اروح مطلع شماعه حاطط عليها ايه؟ اسامه نبيه. اللي بعديها اطلع شماعه ثانيه احط عليها احمد ناجي وحسام الحضري. الثالثه كوبر لم يجيد مش عارف ايه. فاحنا في مصر كل اللي انت شايفهم دول الشماعه موجوده. بس ده بفضل الله احنا عاملين نتائج كويسه. النهارده عند اسامه لو حصل لا قدر الله الاخفاق اسامه يشيل اللعب. انما ما حدش بيطلع نفسه غلطان يا ايهاب. لمصلحه مين يا كابتن؟ يعني الهري ده لمصلحه مين؟ احنا شركاء. بص احنا شركاء، احنا كلنا شركاء في العمل. طبعا. لعيب، اداري، جهاز، جمهور، اعلامي، كل ده شريك في العمل. لكن احنا بنحترم كل اللعيبه. ان انت تبعت تجيب لعيب ولا ما تبعتش تجيب لعيب، طب ما انا لو عندي مشكله مع اللعيب ما نبعتش نجيبه من اصله. مظبوط. صح. انا هجيبك ليه بقى؟ لا لا لا، وطالما انا كمان مسيطر وانا اللي بعمل كل حاجه بالمره بقى. يعني انت فاهم يعني لو صح يعني طبعا. لا هو في حاجه انت هتيجي توشني بمعنى صح يعني. انا لا ما انا ما لا انا مصلحتي في حاجه يا اسامه انا هقولها بس هفتش سر العمل. يعني هقول سر من اسرار عملنا عشان انفي الحته دي. مش محتاجين والله يا كابتن احمد. لا معلش يعني احنا عاملين قايمه رئيسيه فيها اللي في الموجودين في المعسكر. مظبوط. وعاملين قايمه احتياطيه طبعا فيها كان 6 لاعبين فيهم حارس مرمى و5 لاعبين وبالترتيب. لو مركز كذا مركز كذا بالظبط. انتوا ناس محترفه وده الطبيعي على فكره. يعني احنا ما كناش جايبين فلان ده اعتباطا او جايبينه صدفه. لا ده لو حد من البوزيشن ده وقع فهو الفلاني ده هو اللي هيجي مكانه. لا والكابتن اسامه ولو حابب اقول لك اسامي كمان اقول لك اسامي بس ما احنا مش وقت يعني. لا والكابتن اسامه قال ما انا لو في كده ما انا هجيبك ليه اصلا؟ طب ما انا اجيبك ليه اصلا؟ طب ما انا ما اجيبكش فعلا بس. كابتن ايهاب اتفضل يا كابتن. الناس بس ناسيه شويه ان انا والكابتن احمد قدامك اهوت. اول قائمه اتعملت لمنتخب مصر كنت انا اللي حاططها. مظبوط. قبل الراجل ما يجي بايام. وكان فيها اكبر عدد من لعيبه النادي الاهلي واقولها لك بالاسم 11 لاعب تقريبا. ده فيها لعيبه ما راحتش المنتخب الا في بالظبط فاهمني ازاي؟ بالظبط. بعد ما الدنيا مشيت ظروف اللعب وظروف المنافسه وظروف التواجد في الملعب وظروف ما تواجدتش تاني. تمام. الناس بتتناسى، انت فاهمني ازاي؟ مظبوط. مع ذلك زي ما قلت لك عايزين نوصل لحاجه مهمه جدا. ضميرك، العمل، مصلحه منتخب مصر. بس انا ليه بقول كده؟ عشان كل المطبات اللي بنعدي عليها بقى نسويها كده. حتى اللي بيعمل لنا مطب ادينا عديناه واللي جاي احسن لمنتخب مصر. وسؤالي الاخير ليك قبل ما اشكرك، ليه الاسئله اللي جايين حسام عاشور بره اختياراتكم دائما؟ بتبقى وجهات نظر فنيه مش اكتر يا بوب والله. طب انا عارف بس انا والله بقرا لك اللي عندي. وطبعا اتفضل يا كابتن. اللي جاي احنا مش عارفين في ايه. تمام. بالظبط. دايما اللي جاي بظروفه، دايما اللي جاي بمشاكله، دايما اللي جاي بايجابياته، دايما اللي جاي بسلبياته. احنا بكره في لنا ولا انت ولا اي حد طبعا خطين لقدام شويه. لكن دايما بكره في كتير ما نقدرش نقول بكره دايما في ايه الا لما نصحى ونشتغل. اشتغل وزي ما قلت لك تاني، ربنا، ضميرك، العمل، مصلحه منتخب مصر، ادعم منتخب مصر. نفسي كده ربنا، ضميرك، العمل، ادعم منتخب مصر. كلمه لكل اللي بيسمعونا من اعلام لجماهير. النوم يا ايهاب. اتفضل يا كابتن. وجينا من نيجيريا التعادل هناك، صحيت من النوم هنا واحنا في برج العرب ولقيت يا رب النصر لمصر. عرفت ان احنا كلنا رايحين في حته يا رب الحمد لله. لقيت الشاشات كلها كاتبه يا رب النصر لمصر. فانا بقول لك من خلالك ادعم منتخب مصر وان شاء الله اللي جاي صعب، ولكن احنا بيكو وبجماهيرنا وباداراتنا وبمجتمعنا كله نقدر نسهل. كلنا يد واحده يا كابتن وكلنا وراك ورا منتخب مصر. كابتن اعتقد ان انت كده يعني دكيت كل المطبات واتكلمت بكلام واضح، وكان لازم اقول لك الحاجات دي عشان بقى ما نقعدش نرغي فيها كتير. خلاص ربنا كرمنا بحاجه، مش عايزين قبل ما نجهز لحاجه كبيره تطلع لنا شويه مشاكل كده
اعلاميه فقط. شكرا ليك يا كابتن إيهاب وتحياتي. شكرا يا كابتن، تحياتنا ليك وبالتوفيق دايما يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. ايه رايك؟ لا انا ده اسامه نبيه